هنتكلم النهاردة عن الخلافات الأسرية وحقوق المرأة وحقوق الراجل. الخلافات الأسرية اليومين دول كتير قوي، مما بيؤدي إلى الخلافات الأسرية اليومين دول كتير قوي، فبالتالي بيزيد عدد الطلاق بفضل الخلافات الأسرية بقت كتيرة قوي، وفي خلافات بتوصل لحتة الطلاق. دلوقتي بقى خ- في خل... دلوقتي بقى في خلافات كتير بين الزوج والزوجة بتؤدي للطلاق. طب أول حاجة إحنا عاوزين نعرف إيه هي حقوق الزوجة، وإيه اللي الزوجة بتتجه ليه عند حدوث الخلافات الأسرية دي. بتتجه الزوجة للنفقة وهي من أحد حقوق الزوجة. بتتجه الزوجة للنفقة الزوجية وهي من أحد حقوقها. تاني حاجة الزوجة بتتجه ليها وهي المسكن تاني حاجة بتبقى تاني حاجة بتبدأ تتجه ليها الزوجة، بتبدأ ترفع دعوى مسكن وبدل فرش وغطا قدام محكمة الأسرة، هي المحكمة المختصة. بيبقى ده بمساعدة أحد المحاميين اللي هما بيوجهوا الزوجة إن هي تجيب الورق المطلوب منها للنفقات بتاعها وللمتعة والمؤخر والمسكن، وكل ده بيبقى قدام محكمة الأسرة. كل ده بيبقى قدام محكمة الأسرة، لأن ده بيبقى حقوق الزوجة على الزوج. ما ننساش طبعا إن في قايمة منقولات، بس ده في حالة الطلاق الزوجة بتطلب بيها قدام المحكمة. طيب في حالة إن الزوجة بقى معاها صغار، يعني معاها أطفال، تبدأ الزوجة إنها تقدم في المحكمة إن هي عاوزة نفقة للصغار. تبدأ الزوجة إن هي تقدم قدام المحكمة إن هي محتاجة نفقة للصغار وبدل فرش وغطا ومسكن. بس كل ده في حالة إن الصغار في الحضانة مع الأم. بس كل ده بيبقى في حالة حضانة الأطفال. بس كل ده بيبقى في حالة إن الأطفال في حضانة الأم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، طب هل الزوج معفاه في شروط بتعفيه من النفقة للزوجة؟ أيوة في عندنا شروط. أيوة في عندنا إن هي أيوة هو رد على السؤال، فهو أيوة يسقط دين الزوجة بالأداء أو الإبراء. مش بس كده، يسقط أيضا دين الزوجة إذا كانت ومش بس كده، الزوجة برضو بيسقط الدين بتاعها لو الزوجة ناشز، وهنعرف يعني ايه ناشز ان شاء الله في الفيديو الجاي. ايوه هو فعلا يسقط دين النفقة للزوجة بالاداء او الابراء، وهنعرف يعني ايه برضو الكلام ده كله في الفيديو الجاي. ومش بس كده، بيسقط ايضا دين الزوجة لو كانت الزوجة ناشز. يعني ايه ناشز؟ بإذن الله هنعرف في الفيديو الجاي يعني ايه الزوجة تكون ناشز.